أعظم الزهد في الدنيا ترك الحرام، فاتقوا الحرام فإنه شر الرزق وهو زاد صاحبه إلى النار. إن تموله لم يبارك له فيه، وإن أنفقه لم يؤجر عليه، وإن تصدق به لم يقبل منه، وإن دعا وهو في جوفه لم يستجب منه، فما أشأمه على صاحبه. جاء في الحديث: من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفيها درهم حرام لم يقبل الله له صلاته ما دام عليه. وقال: لا تغبطن جامع المال من غير حله، فإنه إن تصدق به لم يقبل منه، وما بقي كان زاده إلى النار. تذكروا جيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، سؤالان مرعبان مخيفان: من أين لك هذا وفيما أنفقت هذا المال؟